هل عمرك حسيت إن في فكرة مش بتفارقك بترجع لك كل شوية وبتحس إنها بتسيطر عليك، أو بتحس إنك لازم تعمل حاجة معينة بطريقة محددة علشان تحس بالراحة؟ لو الإجابة ممكن تكون دي أول إشارة لوسواس قهري. في الفيديو ده هنعرف مع بعض إيه هو الوسواس القهري، إزاي بيبدأ، أعراضه، أسبابه، وأنواع العلاج اللي فعلاً بتساعد. إيه هو الوسواس القهري؟ الوسواس القهري أو OCD هو اضطراب نفسي بيخلي الشخص يعاني من أفكار متكررة ومزعجة، وساوس، سلوكيات قهرية، طقوس أو أفعال متكررة بيعملها علشان يخفف القلق اللي بيجي من الوساوس. مثال: شخص طول الوقت خايف من الجراثيم فيغسل إيده 20 مرة في الساعة، مش لأنه عايز، لكن لأنه بيحس إنه لازم يعمل كده علشان يهدأ. الفرق بين الوسواس القهري والتفكير العادي: كلنا بيجيلنا أفكار مزعجة أحياناً، لكن الفرق هو الشخص العادي بيقدر يتجاهلها. المصاب بالوسواس القهري مش بيقدر يوقفها، وبيحس بقلق شديد لو ما عملش السلوك اللي بيهدي الفكرة. أنواع الوسواس القهري: 1. وسواس النظافة والتلوث، خوف مبالغ فيه من الجراثيم والعدوى. 2. الوسواس الديني، أفكار دينية قهرية تسبب شعور بالذنب أو الخوف. 3. العد والترتيب، إحساس إن كل حاجة لازم تكون منظمة بطريقة معينة. 4. الشك والتأكيد، زي إنك تراجع الباب 10 مرات تتأكد إنه مقفول. 5. الوسواس الفكري المؤذي، أفكار عدوانية أو جنسية غريبة ومزعجة، وغالباً بيخاف الشخص يعترف بيها. إيه أسباب الوسواس القهري؟ مفيش سبب واحد واضح، لكن في عوامل بتزيد من فرص الإصابة. وراثة، لو في حد في العيلة عنده OCD. خلل كيميائي في الدماغ، خصوصاً في مادة السيروتونين. ضغط نفسي أو صدمة في الطفولة أو الكبر. إزاي يتم التشخيص؟ التشخيص بيتم عن طريق مقابلة مع طبيب نفسي، واللي بيسأل عن نوع الوساوس اللي بتحصل، مدة استمرارها، تأثيرها على الحياة اليومية. المدة المهمة: لو الأعراض مستمرة أكتر من 2 ساعات في اليوم ومؤثرة على حياتك، نحتاج تتكلم مع متخصص. إيه طرق العلاج؟ العلاج السلوكي المعرفي CBT، وده أشهر وأقوى علاج، خصوصاً تقنية اسمها ERP، التعرض ومنع الاستجابة. 2. أدوية زي مثبطات السيروتونين SSRIs زي فلوكستين أو سيرترالين تحت إشراف الطبيب. 3. دعم من العيلة مهم جداً، لأن المريض بيحتاج بيئة متفهمة مش ناقدة. 4. التأمل وتمارين التنفس بتساعد في تقليل القلق، لكن مش بديل عن العلاج الأساسي. هل الوسواس القهري له علاج نهائي؟ هو مرض مزمن في بعض الحالات، لكن كتير من الناس بيتحسنوا جداً وبيقدروا يعيشوا حياة طبيعية تماماً مع العلاج الصح والمتابعة. لو حاسس إنك بتعاني من وساوس أو سلوكيات قهرية، افتكر إنك مش لوحدك وفي حلول فعلاً فعالة. ما تترددش تطلب مساعدة، لأن الحياة ممكن تكون أهدى وأسهل بكتير من كده. لو الفيديو عجبك، ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، وقولي في التعليقات تحب أتكلم عن إيه المرة الجاية، واستناني فيديوهات أكتر عن علم النفس. سلام.